السلام عليكم ورحمة الله. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى ألف خير. الفيديو ديال اليوم هو تكملة ديال الفيديو السابق، بحيث اليوم غادي نشوفوا مع بعض جوج ديال المملحات بحشوتين مختلفتين وبعجين واحد، وهو العجين اللي حضرنا مع بعض في الفيديو السابق. غادي نخليه لكم هنا الفوق، وغادي نخليه لكم كذلك الرابط ديالو في صندوق الوصف وفي اول تعليق باش ترجعوا تشوفوا العجين. وغادي نشوفوا مملحه اخرى اللي غادي تكون بخبز التورتيلا. والاستفاده كملوا معنا الفيديو الاخير وندخلوا مباشره في تحضير الوصفه. لتحضير الوصفه غادي نبداو بالحشوه ديال الخبز التورتيلا. غادي ناخذ 350 غرام ديال كفته الدجاج، 3 ديال المعالق كبار ديال عصير الليمون، فص ثوم مفروم، ملعقه صغيره بصل مجفف، نصف ملعقه صغيره بودره الثوم، نصف ملعقه صغيره ديال ورق الرند او ورق الغار او ورقه سيدنا موسى اللي كتكون مطحونه، واحد ملعقه صغيره مايونيز، ملعقه صغيره مطرد او خردل، نصف ملعقه صغيره هريسه اي معجون الفلفل الحار. وبالنسبه للتوابل عندنا التحميره، الخرقوم، الابزار، الاسكنجبير، وكذلك عندنا ملعقه صغيره ديال توابل المصالة، هي دي اللي كتشوفوا قدامكم، راه كتباع في المحلات التجاريه الكبرى وكتباع كذلك حتى عند العطاره. وغادي ناخذ ياغورت طبيعي. غادي نخلطوا جميع المكونات مع بعض وغادي نغطيوهم وغادي نخليوهم اقل شيء ساعه ديال المكانه. بالنسبه لي هنا انا راه غطيتهم وخليتهم بيتهم ليله كامله، وحضرتهم بالليل وخليتهم حتى للصباح وعاد استعملتهم. في مقلاة غادي ناخذوا العجين ديالنا اولا عفوا الحشوه ديالنا، غادي نوضعوها على نار متوسطه. بطبيعه الحال ما غادي نضيفوا لا زيت لا حتى حاجه، غادي نشحروا الكل مع بعض. هانتوما كما كتشوفوا بعد ما وجدت الحشوه ديالنا غادي نحيدوها، وفي نفس المقلاة غادي نوضعوا القليل من الزبده، وغادي نضيفوا كذلك بصله مشلضه. انا هنا وضعت دوزتها في الهشوار. نتوما الا ما كنتوش كتوفروا على الهشوار صافي شلضوها رقيقه وصافي، يعني تكون مربعات صغيره. غادي نشحروا البصل حتى يدبل ويولي اللون ديالو ذهبي. هانتوما كما كتشوفوا بعد ما دبل البصل ديالنا غادي نضيفوا ملعقه كبيره ديال الدقيق، وغادي نزيدوا كذلك كأس من الحليب، كأس إلا ربع من الحليب. غادي نضيفوه على دفعات، يعني غادي نضيفوه شيئا فشيئا شوية بشوية. وغادي نضيفوا نصف كأس ديال كريمة الطبخ. الا لاحظتوا انا راه ما ضفتش الملحه حتى الاخر، حيت التوابل ديال المصالة فيهم الملحه. هنا وضعت ملعقه صغيره ديال بودره الثوم، وضفت عليهم الخليط الاول يعني حشوه الدجاج. خلطت الكل مع بعض، وفي هذا الاثناء عاد غادي نزيدوا الملحه، نزيدوا الملح بحذر، بحيث ان توابل المصالة فيهم الملحه. وغادي نزيدوا كذلك الجبن، وضعت كذلك رشه من الابزار، الفلفل الاسود. وكآخر مرحله راه هنا طفيت النار، زدت 50 غرام مخلطه بين جبن الشيدر وجبن الموتزاريلا المبشورين يعني محكوكين. وغنخليهم على جنب، وغادي ننتقلوا للحشوه الثانيه اللي هي الحشوه ديال الميني بطبوط. غادي ناخذوا زيت المائده، غادي نوضعوا القليل من زيت المائده في مقلاة، وغادي نضيفوا كذلك القليل من الزبده. غادي نزيدوا جزره مبشوره رقيقه، يعني خزويه محكوكه رقيقه، تكون محكوكه ناعمه. وغادي نزيدوا كذلك قليل من الملح، وغادي نزيدوا 300 غرام ديال الكفته اي اللحم المفروم، عفوا غير 200 غرام. وغادي نضيفوا كذلك نصف ملعقه ديال البصل المجفف، وكذلك نصف ملعقه ثوم قصبي او سيبولات، نصف ملعقه هريسه، معجون الفلفل الحار. وكآخر مرحله
وليس اخيرا 50 غرام ديال الجبن الاحمر المبشور، ومن بعد غادي نزيدو ملعقه كبيره ديال الجبن الكريمي. هاد اللقطه تحيدت لي. الجبن الكريمي هو كاخر مرحله، كنطفيو النار وكنضيفوه. وبالنسبه للحشوه الثالثه حتى هي ديال الميني بالضبط كاخر حشوه او الحشوه الثالثه. في مقلاة غنوضعوا قليل من زيت المائده، غادي نزيدوا واحد البصله مقطعه مربعات مشلضه، غادي نشحروا مزيان، وغادي نضيفوا 300 غرام ديال كبد الدجاج اللي سلقناه مع فص الثوم وواحد ورقه الغار او ورقه سيدنا موسى الراند. غادي نضيفوا الفلفل الاسود والملح، الملحه والبزار، وغادي نضيفوا كذلك 2 معالق كبيره بقدونس معدنوس، وغادي نزيدوا ملعقه كبيره ديال الحامض مصير الليمون المخلل، وغادي نوضعوا راس ملعقه ديال الهريسه. والهريسه يعني نتوما على حسب الذوق، اللي كيبغي الحار ممكن يزيد. وكاخر مرحله الزيتون الاخضر. هذا هو العجين اللي خدمنا به في الفيديو السابق. غادي ناخذ العجين ديالنا غنخرجوا منه الهواء، غادي نقسموه على 4 كرات وغادي نغطيوه، حيت هذا هو اللي خرجنا به ديك 4 ديال المملحات. غادي انا دهنت رشيت عفوا سطح العمل هنا بسميده، سميده د الحرشه. ممكن ترشوه كذلك بالفينو، وكنطلق العجين. هاد العجين هانتوما شفتوا صالح خدمنا به الميني همبرغر، لي ميني ساندويش، وخدمنا به كذلك الميني بطبوط. هذا صالح لجميع المملحات. ممكن ديروا بهم حتى ميني بيتزا، ممكن ديروا به بزاف د الحاجات. صافي هنا راني كنحاول نرش مزيان سطح العمل من التحت، وكنحاول نهوي ديك العجينه باش ملي نجي نقطع ما تصغرش العجينه، صافي كتبقى في الحجم ديالها اللي قطعتيه. هنا راني كنرشم بهذا المرشم هذا اللي على شكل اسطواني. ممكن تاخذوا اي امبورط بياس، يعني اي مرشم تقطعوا به، يعني باختياركم. انا هنا كنت وضعت 3 ديال الاشكال، وضعت شكل اسطواني ودائري ومربع، ولكم واسع النظر وتبارك الله. هذا بحر، نتوما ممكن تختاروا اي شكل بغيتوه واي شكل متوفر، ماشي ضروري تقيدوا مثلا باللي خدمت به انا. هنا في مقلاة حاولت ندهنها شويه بالزيت، وراني وضعت العجينه ديالي هنايا اللي قطعت. صافي يلا كنحطهم غير واحد شويه، صافي كنبدا نقلب. انا هنا راه تقبتهم بالفرشيطه باش ما يتنفخوش بزاف. اللي بغاهم يجيو منفوخين ممكن ما يتقبهمش، راه كيجيو حتى هما رائعين ومهويين. صافي كيذهبوا شويه. صافي ملي كيبداو يذهبوا راه حنا كنحيدوهم. هنا بعد ما كملنا الكميه ديالنا كامله، مباشره بعد ما كنساليو لهم الطياب كنفتحوهم وهما سخونين. هانتوما كتشوفوا راه كيجيو مفوهين من الداخل، يعني ما كيجيوش مدقصين نهائيا ابدا، كيجيو فنين. هاد العجينه ناجحه 100% وغزاله. في مقلاة اخرى عاود دهنت بشويه الزيت ووضعت هاد الشكل هنا. استعملوا اي مقله عندكم. انا وضعت هذه غير حيت فيها ديك الشريطات باش كتعطي ديك الشكل ديال الشريطات فيهم، وصافي ممكن طيبهم في اي مقله عندكم، كاينش مشكل.
هنا تا هما بنفس الطريقه كنوضعوهم واحد شويه مباشره، كنقلبوهم يعني ما كنخليوهمش بزاف. هانتوما كتشوفوا راه كيتنفخوا كيجيو فنين. وهادو كذلك، هذا هو الميني بطبوط ديالنا. هانتوما راه عمرتو بالحشوه. حنا راه عندنا 3 ديال الحشوات مختلفه. الحشوه ديال ال- ديال كبد الدجاج وديال الكفته راني عمرت بهم البطيبيطات الصغار، وديال الكفته ديال الدجاج راني عمرت بهم خبز الطورطيه. صافي كنوضع الفرماج حمر من الفوق، ومن بعد الا بغيتو كتزينوا بالجبن الكريمي كتديروه في الجبن الحلواني وكتزوقوا به من الفوق بحال اللي عندي انا في الصوره. هنا كناخذوا خبز الطورطيه، كنوضعوا الحشوه ديالنا في الوسط على هذا الشكل، على شكل حربول او بودان. صافي وكنلفوا بهذا الشكل، يعني اسهل منه ما كاين. صافي بهذا الشكل هذا ما كتحتاجوا لا تلصقوه لا حتى حاجه، انا ما لصقتهم حتى بشي حاجه. صافي كنحيدوا ديك الزوائد اللي عندنا في الجوانب، وكتقطعوا يا اما على شكل مربعات صغيره او على شكل مستطيلات. صافي وكنوضعوهم في صينيه ديال الفرن وكندخلوهم على فرن مشغل على 180 درجه، وكنزينوهم في الاخير بالجبن الكريمي وورق الشبت. وهذه هي الوصفات ديالنا ديال اليوم، كنتمنى يكونوا نالوا استحسانكم وتجربوهم. الا جربتوهم ما تنساونيش من لايكاتكم وكومنتارياتكم زوينين، وتبارطاجيو قناتي الا شفتوها تستحق. في امان الله.